طول ما الطاجن ده يا جماعه نضيف صدقني الزغلول هيطلع نضيف، لا في امراض بكتيريه ولا في امراض فيروسيه ولا في اي امراض. صدقني لو اهتميت من اول الطاجن بالنسبه للزغاليل مش هيبقى فيه اي مشكله خالص عندك، لا في الانتاج ولا هيطلع زغاليل ضعيفه ولا اي حاجه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه مهمه جدا في السلسله اللي احنا عاملينها اللي هي كيف تقي حمامك من امراض الشتاء. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الطاجن وفرش الطاجن في موسم الشتاء. عايزين ندفي الزغاليل بتاعتنا، الزغاليل اللبه اللي هي بتطلع. طبعا بنفرش الطاجن بحاجات كل واحد حسب الحاجه اللي هو عايزها، ولكن انا هتكلم على حاجه مهمه جدا انا بشتغل بيها بدايه من النهارده. ببدا اشتريها، الكيلو فيها لا يتعدى ال 4 جنيه، يعني بجيب حوالي 5 كيلو بيغطوا الدنيا عندي، او 10 كيلو ممكن ان هم يغطوا المكان اللي عندي. الناس طبعا كانت بتفرش في الفتره اللي فاتت دي الرمله مش مستحبه في الوقت ده، درجه الحراره بتبقى نزلت، فالرمله بتعمل رطوبه في الحمام بتاعنا وخاصه في الزغاليل، ممكن ده ياثر على الفأس بتاع البيض ويعطل شويه الانتاج بتاعنا. عايزين طبعا نفرش الطاجن بحاجه تدفي. الحاجه اللي انا هتكلم عليها النهارده اللي هي الصدف ده يا جماعه. الصدف ده ممتاز جدا جدا في فرش الطاجن. دي كده يا جماعه الزغاليل اللي عندنا، وده الطاجن اللي هو مفروش تحتيه. طبعا يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسيب الطاجن بالطريقه دي كده، وخاصه في العمر ده كده. وادي الزغاليل اللبه برده فارش هنا نشاره، هنغير طبعا الفرش ده، وايه اهم حاجه نحطها تحت الطاجن قبل الفرش. واول طاجن هنبدا بيه يا جماعه اللي هو الطاجن ده اللي هو تحتيه الزغاليل اللبه اللي لسه طالعه من الفأس. هنشيل كده الزغاليل، نجيب الطاجن التاني النضيف. الجير ده مهم جدا عشان الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه، خاصه الصدف اللي هو الصدف الناعم، ما بجيبش الصدف اللي هو الخشن. وده طبعا عامل زي محار البحر اللي هو الكالسيوم، وده كالسيوم طبيعي طبعا مع الجير كده. وبحط كده الزغاليل اللبه اهي كده وبحطها تحت القالب. ودي بقيه الزغاليل يا جماعه. فرشنا برضو الطاجن بالجير بتاعها زي ما قلنا، والصدف اهو كده. الزغاليل الرومي وادي الزغاليل اللاحم والزغاليل اللي هي البخاره والازرق نفاخ. بقيه الزغاليل برضو اللي في السلاكه نشوفها كده مع بعض. شايفين طبعا الاهالي ذات نفسها بتاكل من الطاجن اللي فيه الصدف وفيه الجير اللي انا جايبه، الجير المطفي ده كده مفيد للاهالي. بالنسبه للاهالي ومفيد للزغاليل. طبعا الاهالي لو استفادت هتفيد الزغاليل، هيبقى عندها طبعا تحصينات طبيعيه بالنسبه للامراض. برضو نفس الحكايه الزغاليل اللي هي في الباب الثاني اهي يا جماعه، الاهالي برضو نازله تدب في الطاجن، ونفس الحكايه برضو في العين دي. الصدف ده ممتاز جدا جدا في فرش الطاجن. الزغاليل وهي راقده عليه كده، او الاهالي وهي راقده عليه، يعمل سخونيه او بيعمل تدفئه كويس جدا، ويعتبر احسن من النشاره او احسن من اي فرش. بالنسبه مثلا للتحديق، لو انا فرشت التحديق في الطاجن عندي بيعمل نسبه رطوبه نظرا لكسر الرخام اللي هو بيبقى فيه كتير، فده طبعا بيبقى حلو جدا في فرش الطاجن. منها بيملح فيه، ومنها في نفس الوقت بيعمل تدفئه، بيسرع عمليه الانتاج، لان طبعا البيض ما بيسقعش، بالتالي طبعا البيض بيفقس معايا بسرعه. تاني حاجه لو طلع زغاليل لبه، مجرد ان الاهالي بترقد على الطاجن او على الزغاليل بيكون في عمليه سخونيه هنا كده، حتى ممكن انك انت تمسكها وتلاحظ الموضوع ده، بيبقى في عمليه سخونيه في الطاجن نتيجه طبعا الصدف اللي هو مفروش ده، فده طبعا بيعمل عمليه سخونيه وبيدفي الزغاليل عندي طوال فصل الشتاء. فدي حاجه مهمه جدا برضو حبيت اتكلم عليها ضمن السلسله اللي احنا عاملينها كوقايه للحمام بتاعنا من امراض الشتاء، او الحفاظ على الانتاج بتاعنا وتدفئه الزغاليل بتاعتنا. ودي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.